أنسنا كابتن. هلا محمد. سعداء جدا بتواجدك معنا، وفي البداية نحمد لك السلامة. سمعنا أن أخبار فترة فاتت كان طارق طيب مريض، لكن الحمد لله توا طمنا على صحتك. الحمد لله، طبعا مرينا بوعكة صحية في الشهر الماضي، لكن الحمد لله بفضل رب العالمين ودعوات المحبين والناس، وأحيانا هو ابتلاء من رب العالمين مش تعرف قيمتك عند الناس، والحمد لله لا صحة جيدة والحمد لله انه واحد يمارس في الرياضة هي على الأقل تكون كامل جاهزيتك ولا تكون عندك المناعة قوية، فهمت؟ لا بكامل جاهزيتك. لا ما النزاز مدافعية، بالعكس مازن سهل تقدر تاخذها. أنا مدافع اليوم. والميزة انكم زوز خوت. زوز خوت يعني قصدي ما بتشمتوا بعضكم اثنين، فهمت؟ 5 و4 نحسب لكم 5 و4 والحمد لله حتى على السلامة توصلك لليبيا. الحمد لله طبعا سعادة كبيرة تغمرني بعد نص سنة غياب، العودة لليبيا من الباب الكبير، وإن شاء الله تكون فيها معناها تكون فيها استفادة ليبيا من ناحية رياضية، ونكونوا معناها احنا طرف فيها، فهمت؟ ما في شيء حصري؟ والله حصري، شوف الحصري هو طبعا إن شاء الله نحاول المباراة التكريمية لطارق خطايب، وهذا طبعا حق مشروع من الواحد لعب في منتخب ليبيا 16 سنة، مثلنا ليبيا 22 سنة لظروف ما طبعا والناس كلها تعرفها، صعب انك انت تقيم مباراة في ليبيا مباراة اعتزال، لكن ان شاء الله الظروف الان مواتية، وان شاء الله هي طبعا نيجز ملعب 11 يونيو، وان شاء الله تكون في مطلع العام ملعب العام القادم ان شاء الله. احنا الموسم الماضي كان درفت عبارة عن سطرية بنقول احنا بالليبي، العام هو طورنا الفكرة وبدت فكرة صحراوية اكيد مش غريبة على طارق الطيب اللي كان عايش في السعودية، هي اساس اللعبة غادي. ايه لكن بقول حاجة، عندك كلمة، انا تو في السعودية مثل في الخليج لي 14 سنة، انا اول شيء ما نحبش السيارات 120 ما نفوتهاش. كويس. هذا طبعا غادي يقول لك التطعيس هذا ما عمري ركبت. ما ندربش على مهرجانات ولا حاجة. لا الرياضة الميكانيكية هي هنا، وانا يعطيني المرمى والمهاجمية بس. فهمت؟ مش الرياضة المفضلة لي، فهمت؟ انا حتى الفورمولا 1 كان مثلا المفضل عندي سائق طبعا قبل ايرتون سينا، طبعا توفى في ال 94 وقتها ما اعتقد قبل كاس العالم، وعندك طبعا كان وقت المنافس لي الان بروست، بعدين عندك طبعا مايكل شوماخر اللي اخذ الجائزه الكبرى قريب 7 سنوات متتاليه. بعد هذوما تصدق المنال اللوص هذو اللي بلغتنا عن الدارجه ما عادش تبعتهم. معناها كابتن طارق انت السواقه بحكم انك انت السيارات ورياضه المحركات ما تحبهاش، معناها السواقه بديت متاخر فيها. لا تعرف ليبيا نخبوا السياره من 14 13. اعطينا الموقف الاول اللي سكت به. والله تعرف شوف، تعرف قبل عندك في القايله طبعا العكاريه طبعا بيجو اللي خلتني كمان ما نحبهاش المارشة فوق يعني. تقول هيك فهمت؟ صعب حتى نطلع بها نقعد عالق وحاصل في بعضي، فهمت؟ باش ندور ونمشي حتى بتدور هيك وانت مكانكم حي سكني يعني وحي سكني وضيق، فهمت؟ تحس مش وسع. قعدت وقتها ذكر فيها اخوي الهادي اللي راح ما كان عنده شنو اسمه مازدا لون اكحل، فهمت؟ وقعدت نمشي بها طبعا قد ضيقه نمشي والكشلاف جبنا وساعه، وعرفت تحط يدك البر هيك دير هي بتاع كانك انت تسوق. شوف سبحان الله البساطه كيف كانت قبل. تروح خبوش السياره ما فيهاش. لا ما كليت على خطرها طريحه ولا لا؟ لا ما فيش، في تكشيخ هذاك السياره واحد، وفهمت بعدين قلت له قعدت كل فتره مثلا نقول له باب خلينا نطلع في القاعده نوريك سواقتي كيف. طبعا تعرف تبوك تشد الدومان هيك، فهمت؟ شدك وانا ندير هيك، فهمت؟ وساوي الكرسي تنح شد بداك الزوز السواقه بيد واحده، نقول له انا هيك مرتاح، فهمت؟ وبالطريقه هذه اصلا اذا ما تعلمش نفس اولادي الان، اولادي داروا الرخصه حتى قبل يديروا الرخصه ياخذوا عندي السياره الثانيه في تركيا يمشوا مسافه القريبه يمشي. تعرف هنا في غادي في قانون صعب شوي انك لازم تكون برخصه نتاعك وتخاف تامين ما تامين، لكن حتى من المسافات القريبه تعلم، اذا ما تعطيش اصلا تعطيه الريسك والجرعه يتعلم مش مستحيل يتعلمها، فهمت؟ كويس. توا اي مذيع يستضيف طارق الطيب يتكلم لنا شويه على كيف اول ما خش النادي. لا انا نبيش اول ما خش النادي، نبي الشارع، مباريات الشارع زمان. والله شوف احنا طلعنا من الشارع، طبعا الشارع ابرز مباريات اللي قاعد تتذكرها. انا تصدق ما فيش مكان في طرابلس ما لعبتش فيه. سوق الجمعه، النوفليين، سوق المتلت، اللاعبين طارق شارع اللي النصر كان معاك بارز لكن ما نجحش مثلا مع عندي. شوف تعرف اللي كان معاي ديما يلعب معاي وكمل الكوره هو منير المبروك، بس لعب معاي اكثر واحد لعب معاي في الشوارع. لعبنا في جميع المناطق تفكرهم انت في راسك، لعبنا فيه. طبعا استضفناه في الزاويه، لعبنا في الزاويه، لعبنا في صرمان، لعبنا في زواره. الميزه شوف في كره القدم الشوارع، خلينا من كره القدم الاحتراف و11 ب11 نعرفوا بعضنا كنا، تعرفنا الناس كلها، فهمت؟ ما عندناش حتى الان كيف تمشي مكان ممكن تعابير وجهك
الزمان والعمر، لكن نعرفوا بعضنا، هذا لعب معي غادي، هذا لعب معي يعني هذا، ونعرف الاسماء بعضنا. هذيك ضافتنا بحكم انه واحد موهبه، كنت مباراة كويسه. وفي نفس الوقت دوريات المدارس، ترى دوريات المدارس هي المصدر الاساسي لكرة المواهب. شوف المدارس سواء كفنان، رسام، ممثل، كنا راو نشاركوا، كان في فعاليات كبيره، في انشطه كبيره، هذه ليبيا تعاني منها الان. شوف انت باقي تو الدوله تطورت في الخليج، اعادوا للنشاط المدرسي، لانه هو المصدر الاساسي لانجاب القدرات واللاعبين في جميع المجالات. بصراحه البصعيون من الشارع ولا بعد الشارع؟ والله لا، مش شارع، هو طبعا مش شارع نلعبوا، تعرف انت هو نو لوك باس، هو طبعا هو الترك، هو تمريره تمويهيه انك انت تشوف فيك وتلعب. ممكن احنا ما نلعب موجوده في كتاب كره القدم، موجوده في كتاب كره القدم اصلا. هذه خدعه بصريه انك انت كيف تمويه بالنظر، فهمت؟ انا طبعا صارت لي مشاكل هذه، لعبت في الفريق الاول، طبعا نشوف هيك ونلعب هيك، لاعبي هذا ما يحبنيش، هذا ما بيش حتى يشوف لي، فهمت؟ انت شيء ما نحبكش انا، هذه هيك، هذه تمريره مني من اللاعبين اللي كان صار مع موقف هو زمان. طبعا كان معنا احنا في كاس العالم العسكريه في ايطاليا 95 بوساعده، طبعا بوساعده ديما صاحب نكت، فهمت؟ يمشي يطلع لك نلعب بكوره هيك، فهمت؟ يمشي من الجهه الثانيه نلعب هيك. وقتها كان معنا احنا بكر باني كان مدرب، كان معنا في لاعب والله من جهه بنغازي، كان من دارس على ما اعتقد. مشى هو بين الشوطين، باني قال له انت طارق العب لك في الكوره، انت غير ما تحركش، انت قال لي العب لي كوره بدون ما يحقني، بدون ما يشوف لي، فهمت؟ وقاعد يضحك قال لي ودي هذه التمرير هذه، ما انا لازم يشوف لك وباش يعطيك باص، هذه خدعه بصريه، فهمت؟ ولهذا طبعا قعدت معنا ماركه باسم طارق التايب. هاي كابتن نبو، اول يوم شاف فيه طارق التايب لنادي الاهلي، اول مدرب، اول يوم الدخول، اول يوم الاجواء نتاع والله تصدق اليوم مشيت حفيان بجديات ترى، من غير حتى سبيد. ايه حفيان. طبعا احنا الملعب نادي الاهلي هذاك تراب، وهذا حتى هو التراب اللي في جهتنا بالضبط، فهمت؟ طبعا لما خشيت مشيت لي بيه، طبعا هم الالف يتمرنوا بروح، وجماعه اللي بيديروا طبعا الاختبارات هو في البيت. قديش عمرك وقت؟ عمري 9 سنوات، 9 سنوات ونص 10. ما براعه؟ ايه براعه يا اخي، انا اصلا حتى الحظ اني من البراعه طلعوني طول الاشبال، منك انت مستواك طلعوني الاشبال. وقتها كان فيه طبعا الالف كان معهم ربي يرحمه، انا مدرب يوسف الشال اللي ليه فضل كبير بعد الله عليه، طارق التايب كان مربي، ان كرة قدم في الفئات السنية تعتبر مربي وليس مدرب. وكان من معاه، كان معاه منصور بهلول، منصور مذكر بهلول منصور في البيت. هو قال لك تلعب وسط ميدان صانع العاب ولا انت قلت له؟ لا، انا وسط ملعب. انت جيت انا عشيشتي وسط طبعا، انت جيت قلت له انا مثلي على مارادونا، قلت له في وسط الملعب. انا مارادونا هو التوب الى الان، فهمت؟ والبقيه تاتي. قعدت في البيت مثلا يوم يومين، بعدين درنا كي مباراه، عرفت بيه والف هذيك واحد، حطوني مع الالف من هذاك اليوم. طبعا سنه كامله حفيان، نطلب ربط السبيدر من الحال اللي عندك حالته الماديه كويسه، فهمت؟ ترى اعطينا السبيدر بتاعك خلينا نلعبوا بيه دقيقتين ونردوا لك. كابتن انت درجت في الفئات السنيه في نادي الاهلي، براعه، مشبال، وسط، وصلت الكبار. نبوا العقد الاول اللي وقع طارق التايب مع الفريق الاول، طبعا اول عقد اعطينا. طبعا احنا ليبيا تعرف هواة، ما فيش عقود. احنا طلعنا فريق اول هيك، لعبت سنتين في الاهلي بلاش، ما فيش عقود بدون اي حتى محفز او مكافاه. لا مكافآت احيانا انت والمباراه اللي تلعب فيها. احنا طبعا هواة اللي نذكر فيها المبلغ اللي خذيته مكافاه، ربحنا الاهلي بنغازي، كانت الاسبوع الرابع الخامس، انا سجلت جول ثاني طلع وقت عمر المرمي بالكرت احمر، وقت اللي بشاري لعبت عليهم كل اللي بشاري والعبد لي بنغازي فريق. احنا جبت الجول الاول لدريس مكراز 1-0، عدلهم والعبد لي، طلع عمر المرمي بالكرت احمر، وكانت المباراه مطر وصقع مش طبيعي. سجلت جول من بعيد برا 18. وقت روحنا بعد اليوم الثاني، كان معي البرناوي طبعا بالواسط الوحيد اللي لعب معي في البرناوي في الفريق الاول 94 95، كان ظهير. اعطونا كي 500 باهي. بعدين طبعا اللاعبين كلهم احنا صغار اثنين في الفريق، طبعا البرناوي مواليد 75 وانا 77. اعطوكم 500؟ اعطونا كل الفريق 500. بعدين احنا زادونا 600، معنا قريب 1100. روحت بنطير. شو درت به؟ تصدق نقول حاجه، خذيت 100 واعطيت لابوي الالف الله يرحمه. تمام. فهمت؟ ما عرفت، مش ما كنتش من نوعي حتى اللي انا
لاعب كرة القدم لازم يكون عندك غاية، يكون عندك هدف، فهمت؟ الفلوس حتجي، الفاليو ماركت نتاعك انت تجيبها. وحتى التفكير في كنت صغير كان سابق عمري، فهمت كيف؟ انا حتى اصحابي اكبر مني سن. تبي تدعم العائله وتبي كذا، ومش دعايه، هو رد جميل، فهمت؟ تحس انك انت من العائله هذه، من انت طلعت منها اوكي ما صندقش مثلا في الكوره، انه مثلا كان يفهم في الكوره بشكل كبير. انا كنت بلا بمعنى لغه الدارجه تمرمدت في كره القدم، فهمت؟ باش طارق التايب دار اسم، وهذا تشوف الانجاز هذا بعد 22 سنه تعرف انك انت شنو قدمت وراك، فهمت؟ هذه الميزه. لعبت مباراه ديربي مع الفريق الاول؟ لعبت مباراه ديربي السنه الاولى، كنت احتياط، المفروض نلعب اساسي. ربحوا فيها الاهلي والاتحاد؟ لا تعادلنا 1-1، والثانيه فزنا 1-0 سجل فيها محمد مفتاح. مين اللي رفع طارق وقتها؟ البرتغال طبعا عن طريق شخصين معنا من ليبيا. هو طبعا البرتغالي جايب افضل لاعب في ليبيا، لاعب صغير يكون معناه يحترف، هو اصلا عنده بزنس من ناحيه النفط، ما نفط. هي في نفس الوقت شوف الموسم 94 95 مشيت لجوفنتوس انا الواسط. طبعا وقتها السعدي كلمني ذاك واحد اسمه مورين نذكر فيه الان. اضاك وقتها كان الاحتكاك بتاعك بالسعدي؟ لا وقتها كان معنا في الاهلي، هو طبعا يجي النادي، ما كانش حتى رئيس وقتها، كان عبد السلام الزاد الله يرحمه، كان يجي يتفرج. وقتها قال لي اليوفي كان في واحد اسمه فابريتسيو على ما اعتقد، لا تو اسمه، قال هذا نبوه غادي. مشيت طبعا ليوفنتوس، كان معاهم كوكريدو مدرب، معاهم معسكر وشيء. ليبيا ما رسلوش الانسحاب، ما يبغوش يرسلوا الانسحاب. هذا النادي الاهلي، حتى النادي الاهلي طبعا، هو انت معك من النادي الاهلي، انت معك ولد رئيس، نحكي من النادي الاهلي. ايه المفروض يبعثوا لك، فهمت كيف؟ حسابها من نجم انا. ايه قريب، لا كنت من النادي الاهلي، نتكلم على 94 95. بعد ما انتهى الموسم قعدت شهرين 3 شهور، وكان في استحسان من النادي انه شافوا طارق لعيب ولا عنده امكانيات ويبوه. بوني اليوفي معنا كوكريدو. بعد في 2002 وقتها مع سكولي كان معنا في المنتخب، مشينا معسكر لايطاليا. قال لي كيف انت؟ قال لي انت معنا حرام، المفروض انت وقتها معنا. قال لي انت جنسيتك معنا ما ساعدتكش، فهمت؟ مشيت لنادي بيرامار. طبعا كانوا معنا 3 برازيليين اختبار. طبعا انت بليبيا هم برازيليين، تعرف انت البرتغال البرازيل اللغه البرتغاليه مشهوره، قصدي يعتبر لاعب محلي، لاعب محلي. كيف تمشي تلقى برازيليين مع 3 برازيليين تذكر. يعني حتى المدرب وقتها قال لي كلمه، قال لي ما تقولش انت من وين جاي. اصلا حتى وقتها قلت لهم انا من ليبيا، قالوا لي لبنان ليبنان، قلت لهم مش راغب عليهم، يعني طارق التايب جايكم من ليبيا، فهمت؟ ما يعرفوش على ليبيا وشي، فهمت؟ صح. المهم اول تمارين وصلت مدكفاه تعب، لان هي مدينه هذه كويمبرا هذه بعيده على هي طبعا لشبونه، قريب 200 كيلومتر هذه المدينه، بعيده على لشبونه. وراني في كويمبرا نلعب في بيرامار ريفيرو، بعيد عليها نص ساعه. اول يوم وصلت تعب، تقسيمه عاديه. شعموم جاني البرتغالي اللي غادي هذا اللي متفاهمين معاه، قال لي راه غدوه بيديروا مباراه معنا تقسيمه، معنا لازم تبين مهارتك. قلت له ان شاء الله ما فيش مشكله. اليوم الثاني درنا التقسيمه، ما شافوا شيء وما فهموا شيء. قلت هو كيف يلعب؟ يحسبوني نتساوق، نلعب هيك والحارس يطلع، فهمتوا البومش عرفت نتاع كانك تلعب في البلاسترا. بعد المباراه على طول البرازيل 2 قالوا لي بروا، وانا مشيت وقعت في بلديه يافيرو. قبل ما نمشوا للدوري التونسي ونادي صفاقسي، نبوا الاول استدعاء للمنتخب هذيك. اول استدعاء طبعا لعبت في المنتخب العسكري كاس العالم في ايطاليا، لعبت ضد البيرو، كان مجموعتنا. تعرف انت كاس العالم العسكريه تعتبر المنتخبات تلعب اللاعبين الاساسيين. المنتخب الايطالي وقت لعب فيها حتى ما اعتقد كان فارو، كان عسكري، معناها تعرف انت لازم يجيك وقتها الالزامي لازم تمشي. احنا وقت ليبيا وقتها اكثريه الغو، فهمت؟ منتخب ليبيا احنا لعبنا كان فيها عز الدين بيزان، كان فيها خالد بوساعده، عادل الرغزان. لعبت مع عز الدين؟ ايه لعبت في المنتخب ذاك، لعبت معهم. كان مصطفى الجزيري، كان فيها مصطفى، كان المدرب طبعا بكر باني. لعبنا ضد المنتخب السنغالي، ربحنا 3-2، فزنا 3-2. المباراه الثانيه خسرنا مع ايطاليا 4-2، قدمنا فيها مباراه كبيره. المباراه الثالثه خسرنا مع المنتخب الهولندي 3-1. وكان تراهم احنا وقتها في المعسكر نفسه كامل، المنتخب المصري كامل، ياسر ريان، اسماعيل يوسف، لاعبين منتخب مغربي، الغريسي ما الغريسي. كان ترى كاس العالم تعتبر مسخره على كاس العالم الاساسيه، على كاس العالم الرسميه. وهذا كان اول استدعاء للمنتخب. هذا اول استدعاء طبعا، هذا اول استدعاء. كان في باص عيون كانت وقتها، في كل شيء. ما حكيت لك انا قصه بكر باني وكان لاعبين. وهل كان في تناغم مع عز الدين بيزان؟ والله لعبنا كدمت. عز الدين يعتبر قصدي في جيله كان يتكلموا به ويقولوا 9 كويس. طبعا عز الدين وقتها فيه ممكن نهايه مسيرته، لكن لعب معي مثلا من ثاني مهاجم كان
عادل غزام طبعا على اليسار، مساعد على اليمين، معك لاعبين يعرفوا يلعبوا فهمت، يساعدوك اكثر في وسط الملعب. هذا ما كانش عندي مشكله معه، تاقلم بسرعه من التمرير، صناعه اللعب، مفتاح لعب الفريق. كان معي البوفا، انا والبوفا الوسط، معنا لاعب ثاني على ما اعتقد مني بالضبط. احنا درنا بصعين قويه، احنا تو قاعدين في عز الدين. نبو عز الدين انت لحقت عليه يلعب. نبو عز الدين كيف كان يلعب زمان. زيد طارق التايب نقول اسمه. شوف هذاك الوقت من افضل المهاجمين تبع عز الدين بيزام فهمت، اسم كبير، لكن تتكلم عز الدين بيزام في هذيك الفتره تتكلم عليه انت تونس خير، من اللاعبين البارزين بصراحه. ادريس مكراس، تكلم عن ادريس مكراس، ابراهيم معداني يقول انا ما كيف لعبت ما لحقتش عليه طبعا، لكن هذا في وقت اللي لعبت فيه انا لاعبين مزيان، لحقت على البشاري. انا في المرة الاخيره بدي العب كوسط ملعب بعد انا كبر ما تقدم في العمر، معناها لحقت على حتى العيساوي، اللاعبين كلهم. انا مصباح شنقم تلعب مع بعض، مصباح كمان معي في المنتخب لسنه 2000. هذا المنتخب ليبيا وقت جوده اللاعبين كانت ممتازه جدا، لكن المشكله ما كانش في مشاركات، لا في مشاركات افريقيه لا انديه. المنتخب حتى كان غياب طويل على الساحه الافريقيه والتصفيات، اثر بشكل كبير على الكره الليبيه. طبعا من اهم وابرز المراحل اللي مرت على طارق التايب وبرزاته كنجم كبير وبينت الجوده نتاع طارق التايب في الملاعب التونسيه او رحله تونس اللي كانت مع الصفاقسي والنجم والافريقي. كيف كانت كابتن الرحله؟ والله طبعا هي الصفاقسي كانت في نهايه 97. طبعا كان عندي شريط مباراه الاهلي والصفاقسي، كانت دوره بعد توقف الدوري 94 95، تعادلنا 2-2. كان فاتح المحل مشارك، كان يدرب فيهم المدرب باولو روبيم. طبعا النادي الصفاقسي ذاك الوقت اخذ المنى الثنائيه، اخذ الدوري والكاس. درت قدامهم مباراه كبيره، صنعت فيها الجول الاول لادريس مكراز. بعدها في نفس السنه وقت حتى مشيت نتاع اليوفي ورجعت، قالوا نبوا اللاعب هذا فهمت. شوف انت معناها النصيب، رغم اني في تونس مثلا نحب الافريقيين، لكن نادي الصفاقسي طبعا اكحل الابيض نحب انا بحكم نحب اليوفي مثل الاسود الابيض، يستهويني من نلبس الغلال هذه فهمت. في مشيت تعرف يوم 27 مشيت، كلمت واحد في صفاقس، هو توفى الله يرحمه. طبعا هو من ليبي طبعا، لكن عنده الاقارب. تعرف انت صفاقس نص اصله ليبي رسمي، معناها جماعه من جماعه سوق الجمعه وجماعه مصراته. مشيت طبعا انا جايب عندي وقت كنت في اليوفي، جايب لبس اليوفي، عرفت كعب بيض، وعندي النايك جايبه من تعرف توانسه تحس وقتها مش زي توها تونس نايك، وعندي النايك البوطيل نتاعك 94 لعب به روماريو. وجيت تعرف وقت اغلبيه لاعبين وقت توانسه على الموبيلات ولا الفيسبا فهمت، ممكن لاعبين دوليين ممكن زوز ثلاثه قام عندهم سيارات. وصلت طبعا اول تمرين ذاك فات مرنت الصباح، طبعا جبت معي الشريط هذا تاع مباراه 2-2، اعطيتها لي ذكر فيها كان معنا السي لطفي السماوي ذكر فيه، لا اعطيته الشريط. واليوم ثاني الصبح طبعا خشيت الصبح لبست اللبس بتاعي، طبعا كلهم يشوفوا لك لاعب ليبي، عرفت النظره هذيك، تعرف ترى الكوره النظره هيك بتاع لاعب ليبي، شنو عندهم ليبيا كوره. طبعا توانسه تاريخيا اقوى من احنا كاس العالم صح. وبرا وكيف ليبيا شبه يديرها. طبعا بدينا التمارين، طبعا كان كراوتزن طبعا وقتها الباص عيون باللغه الفرنسويه ما اعتقد يقول باص ديزيجي فهمت، معناها تشوفك كيف تلعب هيك، وانا نمشيك جماعه تروك نلعبها من الجهه الثانيه. كان تمرين الصبح غير عادي. طبعا هم في الوحده نتاعهم، طبعا هذاك اليوم تمرنت فيه، طبعا في الليل وقعت، وقتها وقعت في البلديه خلاها مفتوحه قريب لوقت متاخر، وانا عرفت نماكس عليه. وقتها خذيت 2000 دينار راتب شهري بلاش، 2000 دينار تونسي. ايه تونسي، لكن وقتها ما يتحول ليبي ولا ثلاثه، نحس روحي غني فهمت، تتحول ثلاثه تضربها ديما تضرب ديما مليح، يطلع بثلاثه. انا قلت له ما يمنيش، انا قلت له دير اللي تبي دير المبلغ. وقعنا في الليل قلت لك متاخر، البلديه فتحوا علي خاطري، قعدت متاخر باش سكرت. طبعا بديت مع الفريق يقول لك هذا مثلا لا بتاع ملعب صغير دور كبروا ملعب، لا هذا بتاع ملعب اكبر، لا هذا بتاع ملعب شويه. بعدين بدينا في اول مباراه نلعبها معناها رسميه ضد سيرفيت دي جنيف، ربحنا 1-0. ذاك وقتهم يلبسوا نفس التيشيرتات، غير نحن لبسنا الفوق
التيشيرت الفوقاني ذاك لبسناه خديناه برتقالي ولعبت. من ذاك الوقت طبعا الجمهور في الصفاقس بيعرف طارق التايب. طارق التايب بديت رسم طارق التايب، خدمت معاه مستويات كبيره، ومنها انتقلت معناها في اكبر صفقه ذاك الوقت للنجم الساحلي موسم 99 2000 بصفقه كانت اعتقد $500,000 $600,000 مبلغ كبير هذاك الوقت. وانتقلت طبعا النجم الساحلي ما كانتش تجربه من سيئه. هذيك بدأ التايب يعبي. لا والله لا، شوف تونس راه 3-4 سنوات ما درتش فيها فلوس، لكن عرفت وين نصرفهم وين نستثمرهم. مع النجم الساحلي سنتين، السنه الاولى الامور كانت كويسه جيده جدا، لكن السنه الثانيه بصراحه حاربتني الاداره. لو كانوا يحاربوك اللاعبين ما عندكش مشكله، نحارب فيهم برجليه مع اللاعبين، عندك مستواك الملعب بيني وبينهم. لكن كيف تحاربك الاداره حسيت وقتها كانهم مستهزئين على الليبيين. تعرف ان واحد يتكلم على ليبيا القرون يطلعوا، فهمت كيف؟ يعني انتم شنو؟ انتم مش برازيليين ولا ارجنتينيين، امكانياتي افضل امكانيات لاعبيتكم مليون الف مره. حاربوني بطريقه سيئه جدا. درت فيهم قضيه ذاك في نص الموسم، لكن للاسف اتحاد ليبيا جبت لهم وقت عندنا مباراه ليبيا مصر نلعبوها كانت في القاهره، قبلها مثلا ممكن باسبوعين 3 اسابيع. اعطيت للاتحاد الليبي قلت له ما هو، درت قضيه غادي، رفعت عليهم قضيه، قلت لهم انتم الاتحاد الليبي انتم تحموا لي حقوقي، فهمت؟ لا حياتي لمن تنادي. كانت في حادثه شهيره اللي هي طارق يقول يتناول فيها الجمهور، لكن انا شخصيا ما شفتهاش، تاع الحكم الرايه والمؤشر والاوفسايد. ولا الرايه مباراه كانت ترابزون، هي طبعا ما كانتش في اللقطه واضحه. لعبت كوره طبعا، هي جات المؤشر، هي ما مشتش اصلا، مشت ولت كوره. وكان في زي الجزيره هو رفع هيك ونزل الكوره قاعده في رجلي، فهمت؟ كانت على الخط ما كانتش تصور. لكن هذه صارت في مباراه. شوف انا ندير في حاجات في الملعب ننسجم بشكل كبير. انا درت مثلا بومشي للحكم الرايه مباراه الهلال وسبابات في ايران. في ايران كان جاي حكم عربي ثاني راح ثاني كارت. كابتن عندنا فقره اللي هي رتب الاسماء بالافضل. عندنا احمد سعد، عز الدين بيزان، فوزي العيساوي، ابراهيم معداني، جهاد منتصر. رقم 1 فوز العيساوي. عز الدين بيزان. احمد سعد. من باقي زوز المعداني وجهاد منتصر. وجهاد المنتصر. تو عندنا كون لاعبك المفضل او لاعبك المثالي. العقليه، عندنا العقليه وعندنا الضربات الراسيه والبنيه الجسمانيه ورجل اليمنى ورجل اليسرى. العقليه من يا كابتن؟ وين في الكره الليبيه؟ في الكره الليبيه. العقليه نادر الترهوني. البنيه الجسمانيه عندك يونس الشيباني. هذه صعبه شويه، نبغوا الضربات الراسيه طبعا احمد المصلي. كان ممتاز. رجل اليمنى. الرجل اليمنى عندك رجل اليمنى مين خالد حسين. واليسار عندك احنا ما عندناش يسار وقتها في المنتخب، احنا راهو مليح يسار شكون؟ ما عندناش واحد. حتى قبل فتره لعبت فيها وبعد لعبت فيها. اليسار من كان معنا اليسار شكون؟ لا البشاري طبعا من الحق تلعب ضده، لكن ما لعبش معي في مسيرتي في المنتخب. اليسار نحطه مني. بقول محمد المغربي. سموها لك هذه من برا. ما كنت بنقولها. ولكن عندنا اختر وظائف مناسبه تو للاعبين. انا نعطيك وظيفه تقولي معناتها انت تمشي. لو التايب بيفتح مطعم، من يجيب من اللاعبين يطيب، يعرف يدير في مبكب كم حاجات. والله شوف اذا اللي يعرف يطيب نحس فيهم ديما مدافعيه يطيبوا خير من الوسط والهجوم. انا مانيش نطيب، عندك انا داحيه وان شاء الله. من يترى؟ عندك اللي طيب، عندك نحس عمر المرمي طيب، لان احنا راهو الجروب هذاك الجيل هذاك تحس عندهم جو الزرادي، فهمت؟ عمر المرمي، عندك حسن فرجاني، فهمت؟ هذا مثل اكثريه معنا يمشوا للمطبخ. عندك سر وتبي تعطيه للاعب، سر مهم وتبي تقول اللاعب ما يطلعش. لاعب من يكون معي والله دائما يعتبر الاقرب لي انا مثلا نادر التروني. اقرب لو في حفله نظمها التايب ويبي يجيب مغني، والله مين كان قلبها في الباص؟
تصدق شوف اكثر من قريبه بصراحه من اللي يغني وجو مليح طبعا خالد حسين. خالد حسين هو طبعا اللي دربك ويدير هو الجو بصراحه. خلينا نمشوا للحاجه الاخيره. الحاجه المهمه اللي ممكن طارق التايب، انا شفت لقاءات سابقه ما في حد سأل عليها، اللي هي التشكيله المثاليه لطارق التايب لمنتخب ليبيا. طبعا حارس المرمى بالنسبه لي بنختار حارس مرمى، بنختار مفتاح غزاله. مفتاح غزاله. الخمسات الزوز عمر المرمي ويونس الشيباني. على اليمين. على اليمين فيصل بوشعالة. على اليسار. على اليسار محمد المغربي. تلعب الخطه قداش؟ الخطه هي مش خطه بدنا 4 نقول 4-3-3 مثلا 4-2-3-1. اعطينا الثلاثه في الوسط. شوف اللي في الوسط نحسبهم معي ولا مش نحسبش روحي؟ لا احسب روحك. لا خليني مدرب برا معاهم. خليني برا. طبعا وسط الملعب اللي افضل لعبت معاهم صراحه نادر ترهوني، خالد حسين، عندك طبعا المفروض نكون معاهم صراحه مش ولا خليني معاهم انا. خلاص تمام. من بيلعب المبينيه بعدين. فهمتيه بيقعد هيك بروحهم مشكله. وطبعا الهجوم عندك الهجوم طبعا عندك مصلي مهاجم، عندك احمد سعد على اليسار، وعندك مين والله انا بختار شو بفضل بين جهاد ونادر كارب. نختار نادر كارب. نادر كارب. احنا قبل ما نختموا معك فقرتنا اليوم في البرنامج مجهزين سيارة جديدة، السنة اللي فاتت في بيم، السنة هي في نيسان، مجهز هكي نخدم بك هكي جولة في الرملة يعني. جولة في الرملة، نعطوك شوية أجواء نشوفوا الرياكشن تاع كابتن، هل يقدر الضغوطات زي ما كان في الملعب والله ولا؟ عادي شو بنتحمله خلاص، هو السيارة شو بندير لكن بروحنا في السيارات الثانية ولا خلاها بروح. في سواق محترف. ايه سواق محترف أهم شيء. وإن شاء الله نلتقينا في رمضان في أولى حلقات البرنامج، ونتمنى لرياضة شو اسمها رياضة محركات. رياضة محركات إن شاء الله بالنجاح. طبعا زي ما قلت لك أنا أول تجربة لي هذه وأنا استمتعت، لكن إن شاء الله هذا إن شاء الله يجينا شو اسمك محمد يجي للسعودية غادي ونستمتع بالرياضة هذه. شكرا لك كابتن، بارك الله فيك.